بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين وارحم المسلمين أجمعين وانصرنا، اللهم آمين يا رب العالمين، وانصر الأمة الإسلامية. التفاعل كلامي موجه للناس اللي لهم صدفة، لهم قدوة، لهم صلة، زي مثلا محمد صلاح اللاعب المصري. التفاعل مع الناس وقضاياهم كانوا من ضمن أسباب وصولك محمد صلاح للقدر ده من النجومية. صلاح لولا دعم الجمهور العربي والمصري وتفاعله معاه كانت هتفضل عنده حتة ناقصة. الناس جاية علينا وقت الناس من كتر حبها في صلاح وعشمها كانت بتجيب له جايزة أفضل هدف في الأسبوع في دوري الأبطال، حتى لو من ضربة جزاء. الطبيعي في الموضوع بقى إن الناس بتزعل من سلبية صلاح، من اللي بيحصل في غزة، وعندهم حق لأنه مش أول مرة يخذلهم في مواقف مجتمعية ومواقف مرتبطة بأهداف دينية وإسلامية وإنسانية فعلا. فما عملهاش على الرغم ان صلاح سوق نفسه في البداية عن طريق الحس الديني وصوره بالمصحف وموافقته وتفاعله مع الغلابة الناس البسيطة وقت ما كان في روما، وكلامه عن حياته قبل الشهرة والنجومية مثال بسيط. دلوقتي محمد صلاح بعد كل ده وفي أحداث كتير عدت، الناس كانت مستنية منه مواقف، وده ما حصلش لدرجة انه خد موقف لدعم الحيوانات غير رثائه لملكة بريطانيا وغيرها استخسر فيه حتى تعاطف مع أهله وأهلنا في غزة. يعني تخيل كده تكتشف ان دعم القطط أهم من دعم أهم قضية بنعيشها في حياتنا كعرب ومسلمين. المشكلة ان بعض الناس ساعات بيوصل لها احساس ان صلاح كان واخدهم سلم مش اكتر من كده عشان يوصل لغايته، وممكن يكون عندهم حق في ظنهم، وبالتالي محب صلاح المفروض ما يزعلوش من الهجوم اصلا، لانهم لازم يفهموا ان الناس كانت مبزوزة صورة صلاح بقدر اكبر من انه لاعب كرة. صلاح نفسه كان لازم يفهم ان في الاول وفي الاخر ملوش غير المصريين والعرب، ومفيش شيء مضمون ولا دايمة ولا شهرة ولا صحة ولا نجومية ولا فلوس. حب الناس والسيرة هم اللي بيدوموا قدامنا. أبو تريكة خير مثال. حفظ الله مصر وحفظ الله شعبنا في غزة ونصرهم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم ارسلهم. صلاح مجرد لاعب. إن الذين ينتصرون لفلسطين قضية الأمة بالشتائم. أرجو اللي تشوف القناة اللايك، والسلام عليكم ورحمة